السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الظرف الذي نعيشه فعدة مؤشرات وتحليلات، إن لم أقل جميع المؤشرات وجميع التحليلات، تصل بنا إلى نقطة وإلى خلاصة سوداء ومرة، ألا أن الحرب المقيتة المبغوضة بين العرب هي الآن قد قرب أوانها، بل أصبحنا نسمع دقات طبولها. أقول هذا وأذكر جميع الإخوان والأشقاء من الملوك والرؤساء والأمراء، كما أتوجه إلى جميع أفراد أسرتنا العربية في مشارق الأرض ومغاربها، لأقول له منذ أكثر من شهرين أو 3 أشهر ما منا أحد لا يفكر من الصباح إلى المساء وحتى بالليل في العراك الموجود في الشرق الأوسط، وبالأخص على ضفاف الخليج. وكنا حينما نتذاكر عن موضوع الحرب نحللها ونعللها، وتبرز أمامنا جميع أطوار هذه الحرب، كيف يمكن أن تكون، ما هو عدد الجنود هنا وهناك، ما هو عدد السلاح وقوة تدمير السلاح الموجود عند هذا وذاك. ولكن كلما قربت الوقت إلا ونترك التحليل والتفكير، ويتغلب علينا جانب العاطفة، وتتغلب علينا أحشاؤنا وأفئدتنا. ذلك لا قدر الله، ولنفرض أن الحرب اندلعت، فمن منا سوف لا يبكي على ما دمر من مدن وقرى؟ كيف يمكننا أن نصبر حيننا نسمع إن هناك آلاف من الموتى، وفي الواجهات الأخرى ضعف ما مات في الواجهات الأولى؟ كيف يمكننا أن لا نرتعش، وأن لا ننفعل، وأن لا نذهل حينما نسمع ها هي بغداد أصيبت، أو نسمع ها هي الظهران قد قذفت بالقنابل، وحينما نسمع أن النجف تعرض لما تعرض له، وحينما نسمع أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض قد يا لا قدر الله قد أصيبت، أو المنامة أو البحرين أو الدمام أو الكوفة أو البصره، من منا سيبقى باردا متملكا في أعصابه؟ من منا من ملوك ورؤساء وأمراء ومسؤولين
سيبقى ضابطا أعصاب من في شعوبنا من رجال ونساء وأطفال من لا تأخذه الرهبة، ومن منا من الشعوب العربية من لا سوف يتصور نفسه كأنه يوم القيامة، حينما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الموقف الرهيب: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يمكننا أن نتصور أننا سنبقى موضوعيين متجردين كالمتفرج في مباراة كرة قدم؟ ها هو هذا سجل إصابة وهو الآخر سجل عليه إصابة أخرى. هل نحن في اللعب؟ هل نحن في حرب نعرف حين تقف ومتى تقف؟ لا في الزمان ولا في المكان. هل هي حرب ستكون حربا كلاسيكية؟ لا، حرب ستدخل كل بيت بيت من المحيط إلى الخليج. حرب حتى إذا هي وضعت أوزارها سوف تترك مخلفاتها سنين وأحقاب. حرب سوف تذهب بالأخضر واليابس والحابل والنابل. حرب سوف لا تفرق بين الظالم والمظلوم. وهنا جاءت آية قرآنية في نظري حاسمة للموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. حينما تقوم هذه الحرب وأثناء هذه الحرب وبعد هذه الحرب، من الناس يقول هذا مظلوم وهذا ظالم، لأن هذا مصاب وذلك لم يصاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إنه الكويت يقول إنه مظلوم، وفعلا مظلوم، لأن أرضه محتلة. وهل يا ترى ستصيب الحرب الظالم فقط؟ والعراق يقول إنه مظلوم، لأن الكويت طيلة سنين وبالأخص طيلة الحرب العراقية الإيرانية لم تكن بمواقفها إما الظاهرة أو الخفية، لم تكن في مستوى واجب التضامن والتعامل والتساكن الطيب. إذن الكويت ظالمة والعراق مظلومة، ولكن حينما تقوم هذه الفتنة أين هو الظالم؟ أين هو المظلوم؟ ولذا شعبي العزيز، وأنا أخاطبك، ولذا إخواني الملوك والرؤساء والأمراء للدول العربية، ومن خلالهم بكل احترام ودون تدخل في الشؤون الداخلية لكل واحد منهم، خلاله أتوجه إلى مواطني الشعب العربي الكامل، ولست من الذين يخاطبون الشعوب، أنا أخاطب شعبي وأخاطب المسؤولين العرب، وليس في طريقتي سابقة تدل على، ولم تكن لاحقة كذلك، على أنني كما فعل في الماضي أتعدى الحدود وأتوجه مباشرة إلى الشعوب. لا،
يتوجه إلى الملوك والرؤساء والأمراء ليتوجهوا هم بدورهم إلى شعوبهم. فما هو إذن المنتظر؟ المنتظر إخوان الملوك والرؤساء والأمراء أن نعطي للسلم وللتعقل فرصة أخرى وأخيرة، نجتمع في مؤتمر قمة على أساس ما قرره المجتمع الدولي. فلا يمكن في أي حال من الأحوال، والتاريخ البعيد والقريب يدل على ذلك، لا يمكن للعراق أن تشطب بجرة قلم على الدولة الكويتية لتصبحها عمالة من عمالاتها، ولا يمكن كذلك أن يصبح الشعب الكويتي بين عشية وضحاها فاقدا هويته ليصبح بذاته وجوارحه وتفكيره ومواطنيته ووطنيته أن يصبح عراقيا. هذا من المستحيل، لا سلاليا ولا عقليا ولا عدلا ولا واقعيا. نجتمع إخوان العرب على صعيد واحد، والمنظور هل هناك من الإجراءات ومن الطمأنينات ومن التعهدات أن نذيب الحزازة وأن نشطب من أذهاننا وأفئدتنا المخاوف التي تحيط بالبعض منا، ونتخذ من الضمانات الدولية ما يجب أن نتخذ لإعطاء كل ذي حق حقه، حتى يرجع الكويت كويتا، وحتى يصبح العراق عضوا راضيا مرضيا في أسرتنا العربية وأمتنا الإسلامية. ولذا أدعوكم بإلحاح ومن صميم القلب إلى مؤتمر قمة يكون إن شاء الله إما مفتاح الخير، وإما لا قدر الله يكون على كل حال هو المبرر لا لإراقة الدماء، لا، المبرر لارتياح الضمير. معلوم كيفما كانت هذه الحرب إذا كانت لا قدر الله ستكون بمثابة تلك الأسنة، وإذا لم يكن للأسنة إلا الأسنة مركبا فماحلة المضطر إلا ركوبها. ولكن علينا أن نحاول، فالفضيلة والدين والمستقبل مستقبل الجميع، كل هذا يفرض علينا أن نعطي للسلم حظا جديدا. فالمغرب حينما يدعو لقمة عربية، لا أقول طارئة، أقول استثنائية، وأقول مصيرية، يدعوكم لنجد ولو منطلقا صغيرا يؤدي بنا إلى قاعدة عربية شاملة لتصفية الأجواء ووجود الحل للمشكل القائم الآن وللقضية العربية المصيرية، ألا وهو تحرير الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف. والمغرب من جهته إخوان الملوك والرؤساء
والأمراء مستعد في ظرف قصير لا يتعدى أسبوع. إذا أنتم اخترتم بلدكم الثاني المغرب كمحل للاجتماع، هو مستعد لأن يكون جاهزا في ظرف أسبوع. أردتم أن نجتمع في مكان آخر كالمغرب، سيشارك بخادمه الأول الحسن بن محمد، المواطن المغربي، المواطن العربي الذي يدين بدين الإسلام، ديننا جميعا، لنحفظ ما يمكن أن يحفظ ولنتجنب ما يخيم علينا من مكاره وتدمير ليس ماديا فقط، بل أنا أشعر أنه إذا وقعت الحرب أشعر أن كل واحد من الأمة العربية سيصبح يبحث عن نفسه فلا يجدها، حتى أمام مرآته يجد هيكله ولا يجد طعما للحياة ولا مبرر للاستمرار في الحياة معنويا وحماسة وتحديا لمواجهة القرن المقبل، لأننا سنكون قد ضيعنا جميع المؤهلات للعيش كرماء وفي مستوانا في القرن المقبل. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت بذي الملك والملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، يقينا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.